انا كنت راجع من قطر انا وصديق عايدي، انت اكيد طبعا عارف عادي طبعا، زميل عزيز. فعايدي واحنا راجعين قابلنا يوسف ايمن، كان راجع لوحده مش راجع في طياره اللعيبه لانه خد اجازه يوم. المهم قابلناه في المطار، هو مشي خلاص، قابلناه في المطار قال كميه كلام اقسم بالله ما يتقال. طلع معانا قال لك انا معايا 25 لاعب، قال لك القائمه فيها 25، في 22 لاعب ما بيحبوش الراجل ده. 22 ما بيحبوش الراجل ده؟ 22 لاعب يعني القائمه. قال لي ما بيحبوش الراجل ده، انه راجل ظالم. كريم الدبيس في الماتش بتاع باتشوكا ده كان قاعد بيعيط لما عمر يحيى عطيته الله اتصاب ونزل عمر كمان لعب ناحيه الشمال وكان الدبيس موجود. قال لي جنبنا الكاميرا جابتهاش، الدبيس عمال يعيط. يعني قال 22 لاعب مش بيحبوا، ما بيحبوش كولر. بالحرف كده انا بقول كلام، وكان في ناس شاهده، في عايدي كان موجود فيه يعني. وقال ايه تاني؟ بقى كتير. قال لك في ماتش الاهلي وسيراميكا. حلو. ماتش الاهلي وسيراميكا بتاع مقاولين العرب؟ لا كان في السوبر المصري. السوبر تمام، اللي كسبناه لما طاهر جاب جول اللي هو في الامارات. في الامارات. الشوط الاولاني الاهلي كان متقدم، عامل ماتش يعني منتهى السوء. هو بيقول للمدرب، احنا بقول لك كنا شايفين كان يوسف ايمن بيلعب، بيقول احنا خرجنا لقينا المدرب بيقول لنا انتوا ادائكم كويس واستمروا على الاداء ده. طبعا انا ممكن اخد كلام يوسف ايمن ان هو واحد ما كانش بيلعب والمدرب ظلمه فممكن يلوش، بس ده كلام من لاعب جوه النادي الاهلي. هو مش مصلحه، مش ان هو يكذب، هو ما بيحبش المدرب والمدرب ما بيحبوش ومش مقتنع بيه، بس هو قال كلام في الفرقه احنا فعلا ممكن نكون بنشوفه. عارف اقول لك حاجه، انا مصدق يوسف ايمن ليه؟ لان كولر لسه من فتره طالع بيقول لك احنا عملنا ماتش حلو، مش فاكر انهي ماتش الهلال من فتره يعني. كان في قريب فعلا. قال تصريح كده الناس كلها كانت سايره وهو طالع بيقول لك انا ادائي شكرا. لا والتصريح اللي هو بتاع خروج بن شرقي مثلا. ففي حاجات فعلا انا لما سمعتها ببتدي اربطها دلوقتي بطريقه كولر، في ان انت بتبقى فرقه وحشه قوي وانت طالع تقول لا انا كويس وانا ادائي حلو، انا حلو بسمسم. لا انت في حاجه في الماء. فلا في لعيبه في الاهلي وصلت ان كولر قفشه مثلا مظلوم، تمام، يوسف ايمن كان مظلوم، احمد عبد القادر هو كانش بيحبه، ديونج ده من اللاعيبه اللي طبعا اتظلمت في النادي الاهلي. اما تيجي تقول لي ديونج يمشي عادي من النادي الاهلي ويروح مثلا نادي خليجي وبتاع، لا وانا معلش مع احترامي اما اجي اقارن ديونج واكرم ومروان في الفتره الحاليه دي، انا بالنسبه لي طبعا اليو ديونج كان يلعب على اي حد. فديونج اتظلم، احمد عبد القادر اتظلم، لعيبه كتير قوي اتظلمت. وعلى فكره في لاعب هو اصلا ما بيعرفش يعمل نفسي مع اللعيبه، ما بيعرفش يتعامل نفسي مع اللعيبه. اللاعب اللي ممكن يحصل معاه مشكله عادي، اللاعب اللي مستواه يقع ما يسالش. وسام ابو علي مستواه، سام ابو علي ده انا في حلقاتي اول ما جه الموسم اللي فات اقسم بالله كنت لما بجيب سيره الناس حافظاني بحاجه، ده افيه تاريخي ده ما حدش خد باله منه. وسام ابو علي كنت كل لما اجيب سيرته اقوم اقف، اقسم بالله بقوم اقف من ان انا قلت يا جماعه احنا عندنا واجب خيالي. لدرجه ان بقى يعملوا لي ايه، كنت بطلع على مدى التيك توك مع اصحابي نتكلم في الكوره، يقولوا لي يكتبوا لي في الكومنتات ايه وسام عشان ايه، عشان هم اقف في اللايف اللي هو اي حد. وكان ليا واحد صاحبي اسمه وسام سالم اقول اسمه اقف، حتى ولا قلت اسمه قلت يا جماعه صاحبي وسام سالم. لا دلوقتي هو بقى اللي عامل لي فولو يقف يكلمني. فلا احنا في لاعب مسلم بنتعامل معاه بنفس الطريقه دي، تمام، بعليه جدا عشان هو لعيب كويس. بعض من جماهير الاهلي بتشوف ان اسلام مهدي بينتقد لعيبه الاهلي وبينتقد الاهلي علشان يستعطف جمهور الزمالك، او ياخد يعني يخلي عنده ناس فانز من جمهور الزمالك عنده على السوشيال ميديا. طيب وماشيين بمبدا، هقول لك برضه تبرير، قول ان هم شايفين ان احنا كجمهور الاهلي على الحلوه والمره معاه، تمام. فالمفروض اسلام هو كمشجع وزي ما بيقولوا اللي هو مشجع اهلاوي فيبقى نفس الكلام، صح. فشايفينك اللي انت بتنتقد على الحلوه والمره مع النادي الاهلي، مش مع الاخطاء اللي بتحصل ضد النادي الاهلي. ده في فرق شاسع، ماشي. يعني ما ينفعش ان انا مثلا ابقى شايف لاعب وحش فانا اقول لك انا على الحلوه والمره مع اللاعب. لا انت مقصر، انا مع الاهلي. يعني مثلا لعبنا ماتش سيء، حلو، انا عندي ماتش تاني يوم انا رايح المدرج واشجع وما عنديش مشكله والدنيا تمام. لكن ما تجيش تطالبني انت، ما احنا كنا مثلا في قطر بنشجع الفرقه لكن الفرقه وحشه فانا بنتقدهم. احنا بننتقد الفرقه على الحلوه والمره مع الاهلي. زي مثلا قرار الانسحاب، انا مش مع قرار الانسحاب، فلو انا ما بقتش يعني جاي لك فيه كملنا بس الاول حلوه، ما هي دي ماشي اوكي. الحلوه المره لا، في قرار بيبقى ضد النادي الاهلي ولاعب بيبقى ضد النادي الاهلي ومستواه الفني مدرب بيبقى ضد النادي الاهلي. فانا طب يعني كل المستوى سيء فانا اقول له على الحلوه والمره معاك، ده انت لو ببهدلني انا هحبك. لا انا على الحلوه والمره مع النادي، مصلحه النادي معاك، لا اركن لي على جنب ملاش علاقه كده. انا بقى بضر النادي على فكره لو عملت عكس كده. الحلوه والمره مع صالح النادي الاهلي، مش الحلوه ولما بنخسر ما نخسر. ما احنا ما خسرنا بطولات وبكينا على الاهلي. سيد عبد النعيم ده انا عمري ما انسى اليوم ده، والدتي كانت بتعمل باميه والله العظيم، لا باميه بجد، انا فاكر اليوم ده، فاكر وانا قاعد جنبيها جول سيد عبد النعيم ده جه فينا. والناحيه الثانيه بقى ايه، كان ماتش الزمالك خلص والاسماعيلي بالليل. طبعا كنا بنشوف الكاميرا في الملعب، ما كانش فيه استوديوهات ولا حاجات في الملعب. انا اقسم بالله ما كنت قادر بقى ان انا بشوف لعيبه اللي بيسمعوا ان احنا بنخسر، انا كنت قاعد بعيط بالدموع. انا ما عيطتش على كوره، انا كوره عيطت على مواقف قليله. الاهلي بقى خسرته الحاجه اعيط ابكي عليها هو يوم سيد عبد النعيم ده، مش افريقيا ولا اي حاجه ولا العرجون ولا قبلها ولا بعدها ولا وانا ما اعرفش. سيد عبد النعيم ده انا السيناريو اصعب سيناريو في حياتي.
في حياتي في حياتك. شوف احنا خسرنا ايه وايه 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 انا ممكن بشوف يعني وحاجات افريقيا اهم، وممكن الدوري الاهلي حاجه و40 فيعني الدوري ده بالذات ده دوري 47 ده بالنسبه لي اصعب دوري بالنسبه لي. فالموضوع بالنسبه لي كان صعب. ذكرى سيئه سيئه ايه ده، انا حتى سيد عبد المنعم ده ما بانش بعد لسه اشوفه حتى اقول له حرام عليك انا شوف شكله بقى ايه. ممكن اكلمه لك والله يا ريت والله يقول لي يعني دي حد انت دمرته يعني عامل له عاهه لحد دلوقتي بقى لها 21 سنه اهو. فالدوري ده يعني ده دوري بالنسبه لي صعب جدا يعني. بس فالنادي الاهلي ان شاء الله بس يعني ايه السنه دي بقى يصالحنا ببطوله افريقيا يعني ونسيني سيد عبد المنعم